الزمالك يقسو على المصري ويكسب 4-1. كانت حفلة زملكاوية النهارده. بالرغم من اللي بيمر بيه الزمالك، بس كابتن معتمد وكابتن عبد الناصر محمد مخلين اللعيبة مركزة في الكورة بس. الزمالك الشوط الأول ضغط من أول دقيقة، بس تحس كان في استعجال. المصري اتقدمت في عز ما كان الزمالك ضاغط، هما كانوا ردة فعل طول الشوط الأولاني، بس هما استغلوا المساحة اللي كانت موجودة في خط النص. الزمالك فضل بنفس الريتم السريع ده والضغط العالي، بس في مساحات ورا تحس ان الزمالك هيدخل فيه جون تاني في اي وقت. المصري كان اهدى من الزمالك كتير الشوط الاولاني. بتزيرو يا جدعان بيعدي من اي حد. وجود فتوح جنب بتزيرو الشوط الاولاني في نفس الجبهه عامل تقل جامد قوي للجبهه دي، في ظل ان عمر جابر ملوش دور الصراحه. انا مش عارف اصلا ازاي محمد ابراهيم ممكن يقعد دكه. الزمالك في الدقيقه 30 عن طريق عضية دباغ يجيب الجون الاولاني ويتعادل من اسيست جميل قوي من بتزيرو، وفي الدقيقه 44 ناصر منسي يجيب الجون الثاني من اسيست احلى من فتوح، والهجمه كانت بادئه من عند بتزيرو اصلا. فتوح وبتزيرو هما اللي بيعملوا الشغل اللي قدام كله طول الشوط الاولاني. بالرغم من الجون بتاع ناصر منسي وعضية دباغ، بس هما كانوا اقل اتنين الشوط الاولاني، ومعاهم طبعا عمر جابر. الزمالك بدأ الشوط الثاني ضاغط برضه نفس الضغط، وناصر منسي ضيع فرصتين في اول الشوط. كابتن معتمد الشوط الثاني عشان عضية ما بيرجعش ودى فتوح شمال عشان يغطي عليه، قارب ملعب كويس. مدرب كبير قوي بجد. في الدقيقة 70 تبديلة فتوح، هي كانت غريبة قوي شوية، بس أظن عشان فتوح مجهد، يعني هو كان مع المنتخب لسه ولعب ماتشين ومتسافر من السعودية لأسبانيا، فهو أكيد التبديلة بسبب كده. ناصر منسي في الدقيقة 74 جاب جون عالمي للزمالك، جون عالمي حرفيا. هو أكيد فيه توفيق، بس هو جون حلو قوي الصراحة. هو اللي كمل ضغط على الكورة وموت نفسه عليها. وفي الدقيقة الأخيرة حسام عبد المجيد جاب الجون الرابع للزمالك. جمهور الزمالك عامل ملحمة في الملعب كالعادة، بالرغم إن الماتش برج العرب لأنهم كانوا موجودين النهاردة. كابتن معتمد عمل ماتش كبير قوي، مدرب واعي على الخط وعارف لعيبته وعارف عيوب ومميزات كل واحد. لعيبة الزمالك عندها ثقة وبقت تعرف تقفل كويس، ومبقاش لما بيخسر بيكر زي زمان. بس لسه بدري قوي. الدوري السنة دي للجميع، اللي هيكمل للآخر هو اللي هياخده، ولازم أشيب بنتائج عشان هو عايز يثبت حاجة، ما بيبخلش بنقطة عرق على الفريق. اللعيبة كلها رجالة الصراحة. انتوا بالنسبة لكم النهارده مين كان أحسن واحد في الماتش؟ مبروك للزمالك المكسب الكبير ده، ومبروك للكابتن معتمد عشان هو يستحق، والجمهور الزمالك العظيم.